لدرجة مثلا واحد زي سيد قطب، وطبعا وراه جيش كبير اسمهم القطبيون، يكتب يقول لماذا أصبحت ماسونيا. سيد قطب يكتب مقالة ويقول لماذا أصبحت ماسونيا. حسن البنا، حسن البنا اللي هو مؤسس جماعة الإخوان، أو الإنجليز اللي جابوا حسن البنا لتأسيس جماعة الإخوان عشان تفتيت هذا الشعب ويقسموه زي ما قسموا الهند إلى هند وباكستان، لأن هو دي سياستهم، ديفايد رول، فرق تسد. حسن البنا ما اسموش حسن البنا، الكلام ده برضه مرة تانية عشان ما حدش يزعل مني، ده كلام عباس محمود العقاد. ده اسمه حسن الساعاتي لأنه من أسرة مغربية يهودية وهم من المغرب، وكان شغلتهم إصلاح الساعات، ودي وظيفتهم من مئات السنين من قبل ذلك، يعني كان في النمسا وهنا 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 إصلاح الساعات ساعتية يعني. فحسن الساعاتي أطلق على نفسه حسن البنا من انضمامه لجماعة الماسون الأحرار أو البنائين الأحرار، فسمي بحسن البنا نسبة لهذه الجمعية. والجمعية دي تستغرب زي ما قلت لك سعد باشا زغلول كان عضو فيها.